الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شبابنا، النهاردة مع أول حرف من حروف اللغة العربية، حرف الهمزة. والهمزة تختلف عن ألف المد يا شباب. ألف المد دائما مادية ساكنة، أقول قا، أقول جا، أقول لا، دائما الحرف اللي قبلها مفتوح ولا تقبل الحركات. ما ينفعش أحط على ألف المد فتحة ولا كسر ولا ضم، إنما الهمزة ينفع أحط عليها فتحة تبقى آ، كسرة تبقى إي، ضمة تبقى أو. إنما ألف المد لا تقبل الحركات. طيب أنا لو عايز أعرف الهمزة تخرج منين، قالوا مخرج الهمزة من أقصى الحلق، أبعد مكان في الحلق. تمام، لما أقول فعلا أحس إنها بتخرج من هذا المكان، وبيخرج معها كمان حرف الهاء. إذن الهمزة مخرجها من الحلق، من أقصى الحلق. طيب الهمزة دي مرققة ولا مفخمة؟ يعني أقول ولا أقول لا، الهمزة دائما مرققة. خد بالك لو في مثال زي ده ما خدتش بالي ممكن أنطقه كده أفطال، ممكن أقول أرأيت، ممكن أقول أحقاب، ممكن أقول أصبح. كل دول الهمزة فيهم طلعت مني غلط، طلعت مفخمة لكن أنا أخد بالي وأركز مع كل حرف. الهمزة دائما مرققة تبقى أفطال، أرأيت، أحقاب، أصبح. كده ركزت مع الهمزة طلعت طلعت الكلمة كلها صح بفضل الله. آيات القرآن يا شباب عبارة عن حروف، لو قرأت كل حرف صح إذا هتقرأ كلام ربنا كله صح، وبهذا تحصل الثواب الأعظم والفائدة الأكبر. وكما تعلمون خيركم من تعلم القرآن وعلمه.